بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة أنا قلت بقى بعمل صينية فراخ وبطاطس، فقلت فرصة أقول لكم على تفسير رؤية الفراخ في المنام. الفراخ في المنام من المبشرات بالخير والحاجات اللي فيها رزق وفير. ده بالنسبة لو حد شاف فراخ مذبوحة ونظيفة وبيعملها أو بيسويها وكمل تسويتها. لو واحدة في الحلم يعني واحدة شافت في الحلم إنها جابت فراخ والفراخ دي نظيفة وهي سوتها واستوت وقدمتها، فده أمور هي هتدخل فيها بالخير، أو مشروع هي هتعمله، أو وظيفة جديدة بالنسبة لها. ولو سيدة متزوجة هي اللي حلمت بكده، فده بشرة خير ان في اخبار سارة هتدخل في بيتها، وان في رزق وفير جاي لها باذن الله. ده لو الفراخ جاية بشكل حلو في المنام، وانها مستوية، او ان هي كملت سواها، او هي جاية نظيفة، فده كل ده من المبشرات بالخير. لكن لو شخص حلم بمجموعة فراخ، والفراخ ديت صاحية وبت يعني زي ما بيبقى في عشة الفراخ او في مكان بيع الفراخ بيعملوا صوت كتير، فده كلام فيه مشاكل، كلام جاي من ورا الستات دي فيها كلام جاي من وراها مشاكل او هموم. لو الفراخ ديت بيتناقشوا مع بعض، او بيبقى زي بيضربوا بعض في القفص الفراخ، فده من الحاجات اللي هي فيها رؤى انذار ان هيبقى في مشاكل من ناحية الستات، كلام فيه دوشة وكلام فيه هيصة، كلام فيه حد هيدخل حد في مشكلة، والمشكلة دي هتبقى جاية من ورا كلام السيدات قاعدين بيتكلموا في كلام ايه، فيه هموم او مشاكل. فلو حد حلم بكده، فدي بتبقى انذار بالنسبة له ان يكون على حذر، ويحاول ان هو ما يدخلش في مشاكل مع حد في الفترة الجاية، او ما يتسرعش في اي قرارات. ده بالنسبة لو حد حلم برؤية الفراخ الصاحية في المنام، وان هما بيشدوا مع بعض او بينكشوا مع بعض. لكن الحلو في رؤية الفراخ لو حد شافها فراخ زي ما قلت لكم مستوية وشكلها كويس في المنام، وشكلها يفتح النفس زي ما بيقولوا. وبرضك اللي مش حلو في رؤية الفراخ لو حد حلم بفراخ طعمها مش حلو، يعني فراخ فاسدة، مش يعني ريحتها مش حلوة، كلها وحس طعمها فيه مرارة أو طعم مش حلو، فده برضك انذار بالنسبة للرأي بوجود هموم أو مشاكل. وزي ما أنا قلت لكم كل أكل فيه طعم كويس أو شكله كويس في المنام، فده بيبقى من المبشرات بالخير. لكن لو الأكل دوت فيه طعم مش كويس وفيه ريحة فاسدة، أو الرائي شافه بطريقة مش حلوة، فده بيبقى انذار بالنسبة له ان هو يكون على حذر على قد ما يقدر في الفترة اللي جاية. انا قلت بقى اقول لكم الفراخ بالمرة انا بعملها ازاي. انا تبلتها طبعا بصل وملح وفلفل وليمون، ودي تتبيلة انا عاملاها. التتبيلة دي زي ما احنا شايفين، دي بصل وتوم وفلفل اخضر ولبن رايب. مش قادرة اقول لكم بصراحة، بتخلي الفراخ طعمها حلو قوي، فهنحطها كده عليها زي ما احنا شايفين. بخليها تشرب الفراخ كلها، ودي بتخلي الفراخ طرية وبتستوي بسرعة، وبخليها بقى تستوي على البوتاجاز شوية، وبعدين ادخلها الفرن. دي بتبقى من الحاجات اللي هي سهلة في اكلها، وبتبقى احلى من المسلوقة. وده بقى صينية بطاطس قطعتها زي ما احنا شايفين كده، وبحط عليها بقى البصل والطماطم والفلفل الاخضر، بيديها بردك، والثوم لما بحطه سليم على الحاجة بيديها طعم حلو جدا. الثوم في الأكل مفيد ومغذي، لما بنحطه سليم بيبقى أحلى من الواحد يحطه مدقوق، بيبقى بيتعب المعدة. فأنا قلت أقول لكم بالمرة طريقة البطاطس وطريقة الفراخ، وهتابعوني بقى لغاية ما أخلصهم. وزي ما قلت لكم كل أكل مستوي حلو في المنام ده بشرة خير، وكل أكل طعمه فيه فساد فده بيبقى انذار، ونخلي بالنا كده وتابعونا.